السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة هانية إن شاء الله يا ربي. دائما من كويزين ساعة 42 دي زاد. اليوم وصفة اليوم هو طبق رئيسي، بنة على بنة. قولي انت دايما تشكري روحك. معليش. أول حاجة البنات هو طاجين جبن بطريقة عصرية. أول حاجة واش راح نحتاج كمية من آه، بلونت بولي ولا صدر الدجاج ولا زيسكالوب مطحونين. انا هنا كنت طحنتهم. نحتاج هنايا كان عندي جناح برك باش نبني لاصوص تاعي. راح نرجع نحتاج عفوا بصل، زيتون دي نوعيوتي، زيتون هذاك الكوبي هذاك ولا زيتون دي نوعيوتي تقدر تطحنيه، معدنوس، بيض، كرام فريش، فرماج هذاك ريجيم ولا جبن طازج، و جبن مثلثات. اول حاجه واش راح ندير، راح نطحن البصل تاعي. هنا الدجاج كنت سبقت وطحنته، راح نطحن البصل تاعي. راح نجيب الميكسور ونطحن. راح نبلاصي، يعني نسيت بلاصي اشتري راح نبلاصي ونبدا نطحن البصل تاعي. بعد ما نطحن البصل تاعي راح في قدره في مقله ندير شويه زيت ونسبق في البصل اولا، يعني ندير البصل يتقلى. بعد ما يبدا يتقلى البصل تاعي راح نضيف هذاك الدجاج اللي تحب سكالوب ولا صدر الدجاج ولا بلونت فولي، يعني تطحنوه وديري به طبق رئيسي بامتياز. هنا واش راح زدت، راح درت مغرفه مطرد وفلفل وملح. مطرد البنات هنايا ما تخليش الدجاج تاعي يجيني ناشف، يعني اضطري لي نعرفوا الدجاج ولا صدر الدجاج دائما يجي ناشف شويه. درت له مغرفه تاع مطرد باش يجينا بنين ماشي صامت وما يجيناش ناشف. وراح نخلي الدجاج تاعي يطيب كما راكم تشوفوا. بعد ما يطيب الدجاج تاعي ويشرب كامل ماء، بعد ما هنا الدجاج تاعي خلاص ما بقالوش، يعني طاب شرب كامل ماء، راح نطفيه ونخليه يبرد. هنايا بعد كي يكون الدجاج تاعي يبرد راح نرجع لاصوص تاعي ولا المرقه اللي راح نرافقها لهذا طاجين جبن. هنايا مقله اكيد راح ندير زيت ونرمي هذا. قلت لك انا كان عندي جناح درته فقط باش نبنن لاصوص، تقدري تستغني عنهم، يعني ديري زيتون، طيبي المرقه تاعك تاع الزيتون صوص بلونش عادي. انا كان عندي هذو درتهم باش نبنن المرقه تاعي. هنا بعد ما تقلى لي الدجاج ضفت هذاك الكميه تاع البصل. انا هذيك الكميه تاع البصل قسمتها، خليت شويه للمرقه وشويه درتها للدجاج تاعي. ودرت سنينات ثوم، يعني شويه ثم، حوالي 2 سنينات ولا 3، ربيهم ولا دقيهم وضيفيهم للمرقه تاعك. اكيد راح ندير فلفل ابيض فقط وشويه ملح. هنايا برك ردوا بالكم من الملح ما تقووش، لان راح ندير الزيتون. هنا بعد نخلي المرقه تاعي تتقلى، راح نرجع لهذاك الدجاج اللي كان برد. هنايا راح تحكمت كميه هذيك تاع الزيتون اطحنتها وراح نضيفها للدجاج. هنا تقدروا تطحنوا كل شيء، الدجاج زيتون وبصل، وديروا يعني يتقلى على ضربه. انا هنا كنت سبقت في الدجاج طحنته، على هذيك درت كل حاجه وحدها. وراح نضيف له كميه من المعدنوس. هنا يزيد له بنه. هنا تحبوا تزيدوا له فرماج ولا، انا ما درتوش الفرماج لان هذيك وكاله الكريمه اللي راح نديرها فيها الفرماج، ما حبيتش نزيد الفرماج. هنا غير الدجاج، زيتون، دجاج بالبصل اللي قليناه، الزيتون والمعدنوس. وراح نضيف البيض. هنا البيض حتى تشوفي الخليط تاعك، يعني انا درت 4 حبات. شوفي الخليط تاعك تقدري يتشمخ لك كامل بالبيض، يعني ما يقعدلكش ناشف. انا درت هنايا حوالي 4 حبات بيض. وتشوفي انتي عينك يا ميزانك على البيض، تشوفي زيدي. انا هنا قلت لكم درت 4 حبات بيض وشويه ملح، بالك والزيتون البنات. هنايا بعد ما تقلات لي الدجاج تاعي مع البصل والثوم، ضفت له هذاك الزيتون باش يدي بنه الدجاج وبنه البصل وهو يطلق بنته فيهم في المرقه. راح نمرق اكيد بالماء سخون البنات. هنايا دائما تحبي ماكلتك تجي شابه، قلي مليح ومرقي بالماء سخون. هذا الزوج من اساسيات المطبخ كما يقولوا. قلي مليح قدره تاعك ومرقي بالماء سخون، ما تستعمليش الماء بارد كي تروحي تمرقي. راح نغطيها ونخلي الدجاج تاعي يطيب في عقله. نعرفوا الدجاج
ما يديش وقت في الطبخ. هنايا راح نرجع، هنا أنا جبت هنايا طاجين جبن اليوم، كنت حابة نديرو في المول السيليكون. اللي ما تحبش دير مول السيليكون، ما تحبش تعب روحها يا اختي، ديري جيبي بلاطو، فرغي الخليط تاعك فرغي الخليط تاعك وربي في الكوشه ينشف لك البيض. هنا نعرفوا بلي طيب ما راحش يديني بزاف، لانه البيض هذا كل شيء طيب، يعني ينشف لك البيض حوالي 10 دقائق، 4 ساعة الماكسيموم ينشف لك الخليط تاعك، ينشف البيض فقط ويكون جاهز. انا هنا حبيت نديروها على هذا اخترت هذا المول تاع السيليكون، وانتي حرة. راح نعمر كامل، يعني هنا ما راحش نعمرهم كامل البنات، راح نخلي الفراغ لانه راح نزيد فيهم الكريمه. راح نعمر كامل المول تاعي. قلت لكم اللي ما تحبش تتعب روحها، بلاطو هي فرات تفرغ الخليط تاعها وهي فرات. يعني شوفوا البنات، حوالي 40,000 تاع سكالوب ولا صدر دجاج راح يدير لك كميه لا بس بها من يعني من هذا الطبق. انا البنات راح نرجع لاكخام، راح نجيب هذيك العبوات لاكخام فخاش تاعي، فرغتها كامل، زدت لها 3 حبات تاع جبن مثلثات، وراح نزيد لها وحده جبن طازج ولا فرماج ريجيم هذاك، نفرغو ملح فلفل كحل، وراح نضيف حبه بيض. قلنا بواطاك خام فخاش، هنا بواطاك خام فخاش 3 مثلثات من جبن، 3 مثلثات جبن مثلثات عفوا، وحده فرماج ريجيم ولا جبن طازج، فلفل ملح وحبه بيض. البنات صدقوني هذاك الجبن طازج ولا فرماج ريجيم مدلنا واحد البنه فلاكخام، يعني باش نقولكم. وراح نبدا نضرب بالبي تاعي، يعني برك باش يعني تخلط لي كامل المكونات واللاكخام تاعي تجيني خفيفه. راح نبدا نضرب، وراح نخلي لاكخام تاعي بجهه. هنايا نرجع لاصوص تاعي. هنايا شوفوا البنات كيفاش تجينا خاثره، شوفوا لاصوص تاعي كيفاش راهي. راح نزيد لها هنا كنت منقصت لها عليها الفرن، هنا في هذه المرحله هذه نزيد لها نخليها تغلي غليه واحده ونطفيها، والمرقه تاعي واجده. هنا تحبي ترمي لها شويه فرماج زيت تعقدها لك ارمي لها، ولا شويه كرام فخاش انتي وما حبيتي. هنا راح نخرج لها هذاك الاكواب تاعي اللي كنت درتهم في الفور، نشف البيض وراح نفرغ عليهم هذا لاكرام. ولا درتي بلاطو كبير اكيد راح تفرغي كامل لاكرام تاعك فوق هذاك هنايا البنات كنت شعلت الفرن، شعلته من تحت فقط، يعني من تحت ونشف لي البيض تاعي. في هذه المرحله كي درت لاكرام، كي جبتها ودرت لاكرام وعاودت رجعت للفور عفوا، في هذه المرحله راح نشعل من الفوق فقط. يعني في الاول كنت شعلت له من التحت، نشف البيض تاعي خرجت له درت له هذه الكريمه، نعاود نرجعو نشعله من الفوق فقط، يعني باش نشف لي هذه الكريمه تاعي تنشف. يعني ما راحش تدي وقت، يعني الطبق هذا ما راحش يدي لك وقت نهائيا. انا راني هنا يعني الكاميرا ما كانتش باينه، كنت نكمل في المول الثاني. هاي هنا بعد ما اكيد راح يديلك 10 دقائق 4 ساعة كيما طيبها الاول حكيته 30 دقيقه. هذا الطبق يكون طبق واجد الله الله عليه. هنا شوفوا بعد ما دخلتها حمارت لي هذيك الكريمه، يعني وراح يدي موله معاك. واش نقول لكم، انا هنا كان شويه سخون خليته تنفس كما يقولوا، ورجعت ديموليت الحبيبات تاعي. اني هنا بدات نديمولي الحبيبات معاكم، يعني راح نحاولك بكل سهوله. نعرفوا بلي السيليكون سخون كان سخون هنايا. راح نحيه من السنيوه ونرجع نديمولي معاكم، يعني راح نديمو لكم فاسيلمون كما يقولوا بكل سهوله. ولاكريم شوفوا البنات لاكريم نشفت ما شاء الله عليها. ها هو الطبق تاعنا هنايا البنات في صحن التقديم. كنت درت هذاك المرصو تاع الدجاج فقط للتزيين، زينتو بشويه معدنوس شويه جبن مبشور. وانتي درتي طبق رئيسي في رمضان ولا لضيافك وحبابك، وانتي حمرتي وجهك. مقادير بسيطه كما شفتوا، وطبق رئيسي وكما نقولوا احنا عصري. ونعرفوا طاجين جبن يعني من الاطباق
من الأطباق التقليدية للجزائر طاجين جبن، يعني بزاف يديروه. إن شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. غيّرت فيه شوية، أنا هو الأصل تاعو نورمالمون يندار بالفيون داشي وأنا درتو بالبولي هاشي فقط أو صدر الدجاج. ها البنات هنا نقسم لكم الحبة، شوفوا يعني تجي ما شاء الله، وصدقوني البنات هاذيك الكريمة واحد البنة، واش نقولكم. إن شاء الله يعجبكم طبق اليوم. في فيديو آخر إن شاء الله واش فيه واش ما فيهش، العالم ربي. ما تنسوش أبوني البنات.